سألني أحدهم عن ظلم وقع عليه، فهل يجوز له ألا يسامح لأن الظلم كان شديدا؟ لا شك أن الظلم يحدث حزنا في النفس، ولكن بالله عليكم كم ظلمنا أنفسنا، كم أخطأنا في حق ربنا سبحانه وتعالى، كم عصينا الله جل وعلا وهو يعفو ويسامح. أتريدون أن يكون الله كذلك سبحانه وتعالى لا يسامح؟ الله تبارك وتعالى أمر أن يعفو بعضنا عن بعض، بل قال النبي فاعفوا عنهم واستغفر لهم. فلنعفو. تعرفون قصة الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، فلحقه عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ما رأيت كثرة صلاة ولا كثرة صيام، ولا إنسان عادي طبيعي، فقال والله ما هو إلا إني لا أحمل في قلبي على أحد. فأنت الآن عندما لا تعفو وتتذكر الظلم أنت تتعب نفسك، أنت بالليل قبل أن تنام تفكر فيه وتدعو عليه وكذا، فلذلك اعفو وسامح. لا أقولها على سبيل الإجبار، الأمر إليك، ولكن نصيحتي لك أن تعفو وأن تسامح.